هنتعرف على كل شهادات بنك مصر لعام 2026، وهنعرف هل بنك مصر هينزل شهادات جديدة بعائد بيوصل ل27% ولا لأ، وهنعرف ايه الشهادات الجديدة وطريقة الحصول على العائد. بيواصل بنك مصر في طرح مجموعة كبيرة من الأوعية الادخارية والشهادات، وتوفر شهادات بنك مصر حلول كويسة جدا وعائد كبير ومتنوع. أول شهادات بنك مصر الجديدة هي شهادة يوماتي عائد يومي وسيولة عالية. إمكانية الصرف اليومي متاحة للأفراد. مدة الشهادة 3 سنين. سعر العائد الحالي للشهادة 21 إلا ربع، والعائد بيتم صرفه بشكل يومي. شهادة ابن مصر الثلاثية عائد قوي في البداية. السنة الأولى بتكون 20.5، السنة التانية 17%، السنة التالتة 13.5%. شهادة القمة استقرار بعائد ثابت. بيصرف العائد بشكل شهري، يمكن استرداد الشهادة أو الاقتراض بعد 6 شهور. سعر العائد في الشهادة ديت سنوي 17% ثابت، وبيتم الصرف كل شهر. شهادات الادخار طويلة الأجل بعائد ثابت، بتكون مدتها 5 سنين. سعر العائد الشهري بيكون 12.25، العائد السنوي 12.5. شهادة 7 سنوات بيتم صرف العائد شهري. سعر العائد السنوي 12.75%. الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري، الحد الأدنى للشراء 500 جنيه، عائد متغير بيصرف شهريا وفق أسعار الفايدة. شهادة أمان للمصريين ادخار وتأمين في وقت واحد، العائد 13%، تبدأ من 500 جنيه وبحد أقصى 2500 جنيه. بيتم الصرف في نهاية المدة. إمكانية الاسترداد في أي وقت دون مصروفات. وبكده نكون اتكلمنا عن كل شهادات بنك مصر الجديدة لعام 2026، والبنك مش هيطرح شهادات بقيمة 27% خلال هذه الفترة.